رن انت، انا مش قادر. ايه ده؟ هي فين؟ هي مين اللي فين؟ وايه اللي انت جايبه في ايدك ده؟ وايه الطاقة اللي انت داخل بيها على خلقتك دي؟ عايز ايه يعني؟ اجي بايدي فاضية؟ لا ما تجيش بايدك فاضية، بس تعالى بحاجة منطقية شوية. اصل هو صمم يجيب ورد واحنا جايين نعتذر، فما لقيناش في الورد عيب فقلنا تمشي. ماشي تمشي ماشي، بس زي ما اتفقنا لحسن قسما بالله ما دخلك جوه. وانت عايز تنكد عليا وخلاص؟ حتى اليوم اللي جاي اتبسط فيه مع امي هتقعد بقى تقول بس اسكت اسكت خالص. انتوا لسه واقفين على الباب؟ جرى ايه يا خالد؟ مش هم مش عارف مكسوفين ولا ايه؟ مش ممكن يعني. يا استاذ نور. هو بيعيط ولا ايه؟ لا مش بيعيط، ده هو الورد لما بيقرب من وشه بيديله في عينه جامد. لا سلامتك، الف سلامه. طب يلا ندخل يا نور. ماشي. انا سرحت. لا ولا ايه ولا ايه. اتفضلوا. لموا نفسكم واتفضلوا. حلو قوي. لموا نفسكم واتفضلوا. اتفضلي. انتوا نورتونا والله، يعني الزياره دي اسعدتنا جدا. احنا بصراحة جايين النهاردة علشان نعتذر عن الموقف بتاع المرة اللي فاتت. لا ولا يهمك خالص، ما خالد فهمني على كل حاجه، شرفتونا والله. تشربوا ايه؟ لا مش عايزين نتعب حضرتك ولا اي حاجة. لا معقوله، ودي تيجي تشرب ايه يا استاذ نور؟ انا ممكن اشرب صينيه بطاطس باللحمه ومعاها رز بالشعريه، وبعد الشاي ناكل سوداني ونتفرج على مسرحيه. الهزار اللي خلى الناس عشان تيجي هنا تاني خالص. انا اسفه والله، اصل خالد ما قاليش اعمل غدا. تعرف انه دي وجبه ابني نور المفضله؟ عارف والله العظيم. يا أمه. بس هو ماله؟ ما الورد، ما قلت لك الورد بيديله في عينه جامد. ابعد الورد عن وشك عشان ما يحصلش كده تاني، وما تبصلوش تاني. ازاي مش عايز ابص له يعني؟ ازاي ما ابصلوش؟ طيب انا هستأذنكم بس اروح دقايق المطبخ. طب انا هاجي مع حضرتك. لا خليكي مرتاحه، وبعدين ايه حضرتك دي بقى؟ ما احنا خلاص هنبقى اهل. طيب اتفضلي ممكن يا سيدي. اتفضلي حبيبتي. هنبقى اهل. اعمل ايه يعني؟ اعمل لك ايه؟ هي ياسمين ساعات بتستغبى كده. عرفت مين اللي هيعك؟ انا اللي بعك اني خليتكم تيجوا هنا. انا اسف معلش، انا مش عارف اقول لك ايه يعني. انا كل ما ابص لها ما انت عارف ببقى عايز اتمرمغ في حضنها قوي. بس يا حيوان احترم نفسك، لاخر مره بحذرك. راعي يا بني ادم انها تبقى مراتي وفي نفس الوقت من سنك. اسف خلاص، اسف مفيش حاجه. انا الوضع اللي احنا فيه ده انا لسه مش فاهمه ولا واخد عليه حتى. ماشي اسف خلاص، قلت لك اسف، ما حصلش حاجه يعني. وده مين بقى اللي هيجي لنا دلوقتي؟ انا عرفت انا؟ عرفك؟ ليش عرفك؟ مش المفروض جاي لنا من المستقبل؟ انت تبقى عارف كل حاجه. انا مش عارف انا جاي من المستقبل ولا جاي من الماضي، وبعدين حتى لو جاي من المستقبل هبقى فاكر مين اللي خبط يعني على الباب دلوقتي؟ انا هروح افتح. اقعد رايح فين؟ ده بيتي. مسا يا عمي. مسا يا ميكا، في خناقه تانية ولا ايه؟ لا على ايه دلوقتي؟ هو انت ما خلصتهاش؟ هي ايه طيب؟ جاي تشتكيني؟ على المولى في اي جولة يا تعال. ايه ده؟ هو بيعمل كده ليه طيب؟ بيعمل كده ليه؟ لا اصل المشاكل مفيش اسهل منها، ما تفكرنيش ان انا اكبر له في الغلط. استهدى بالله، الراجل ما عملش حاجه. جاب ناس ولا لوحدك يا؟
واللي خلق الخلق لو كتيبه لقوم بيها. عارف والله العظيم ان حضرتك تقوم بيها، ده انت معلم في وشي لغايه دلوقتي. حضرتك ده فيه سوء تفاهم مش اكتر. سوق ايه يا ميكا يا ميكا، الراجل طلع معرفه والله، مش بيشتكي ولا حاجه. ميكا؟ هو ده ميكا ابن عمي؟ وانت فاكره؟ طلع معرفه صدفه ولا انا يا عمي؟ والله العظيم صدفه. خلاص خلاص ايه خلاص، استهدى بالله استهدى بالله وروح البس اللبس بتاعك. يلا يلا. هو قال على لبسه من الاول ليه اصلا؟ تقريبا بيتحر، لما بيتعصب جامد بيتحر قوي يظهر. ده انت عادي يعني، ممكن ما حصلش اي حاجه. مش احنا عادي؟ عادي خالص، روح خش عادي. خير يا ميكا خير؟ كنت عايزني في حاجه؟ اتخانقت مع حد تاني؟ لا، شهاده وتحكيم. شهاده وتحكيم؟ انت هيكرموك ولا ايه؟ كرم ايه؟ هي لغته كده، هي لغته كده. شهاده وتحكيم دي يعني عايز تشاهدني في حاجه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هو كلام ربنا يزعل؟ ما يزعلش. حلو، حيث بقى ان كلام ربنا ما يزعلش يبقى تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هو احنا بنعيد الكلام ليه؟ انا مش فاهم. خلاص بقى سيبه يقول الكلمتين اللي عنده عشان يقول في 60 دقيقه. شاهدني وحكمني يا ابن اخويا. بص يا عمي، ايوه. عشان تبقى معايا في السمر اللي دار الصبح ده. سامر؟ اخوك عبد الجواد. اخويا ده اللي هو يبقى ابوك يعني؟ هو انت ليك غيره؟ ماليش غيره لا. تحرقش على المكنه وسيبنا نرمي الكلمتين. سيبه يقول الكلمتين ويجور في 60 داهيه بدل ما يقلع علينا ملط تاني. عندك حق. انا اسف يا ميكا، انا اسف. احنا كنا بنتكلموا عن السامر. بص يا عمي، ايوه. هو عامه الحوار كله ولا يسوى، بس الصح باب واحد، واخوك عشان تمامه ملياسي فكبر في الحوار. الحوار كله كان على رقيش، وانت عارف ان لا رقيش ترسى على مفيش. شقة اسكندريه لمين في الاخر؟ ترد عليا يا عمي، انا برمي في الفاضي ولا ايه؟ ما تستجهلنيش. في ايه؟ هو ده كان سؤال انت عايزني ارد عليك دلوقتي يعني ولا ايه؟ مش فاهم. تمام، انا مش عايزك ترد دلوقتي، بس مش عايز السامر يكر تاني معانا، وناس من هنا وناس من هنا، واحد قاعد لي على مسلك لوحده، وده يقرفص لي جنب الدوره، والتاني ده بيلف لي الحبل على الجرار، وهي اصلا كلها عالسه كارت صبنجة صوت. عشان تبقى فاهم انا هشد دلوقتي، وانت قلبها في دماغك، هما يومين وهستنى منك رد. مسا مسا. الواد ده كوري. انت لو كوري كنا فهمنا ده، انما اللغه دي انا مش فاهم حاجه خالص. انا مش عارف هو احنا كبرنا قوي ولا اللغه فاتتنا وفي حاجات جديده ولا انا مش فاهم. المشكله ان هو لجأ لي وانا مش عارف اعمل له ايه. المصيبه ان هو هينط لك كمان يومين مستني منك رد. ايوه مستني مني رد في ايه؟ طب ينفع كده يعني تعبين حضرتك معانا؟ والله ولا تعب ولا حاجه. وبعدين انت مش شايفه جوزك كان شكله جعان عمال يقول صينيه بطاطس. لا هو بيقول كده بس نوستالجيا يعني، هو ما يقصدش اللي حضرتك فهمتيه. طب كويس مفيش مشكله، انا كده كده كنت هعمل عشاء لنور ابني يعني. حضرتك بتهتمي قوي بنور ابنك صح؟ هو انا عندي غيره؟ ربنا يخليهولي يا رب واشوفه كده راجل ملو هدوم. قريب قوي ان شاء الله. تخيلي واشيل ابنه. خالد. لا نور، انت سرحتي مني ولا ايه؟ لا بالعكس، ده انا مركزه مع حضرتك جدا. طب بقول لك ايه، انا هعمل البيض لنور ابني عيون. جوزك بيحبه ازاي؟ سبحان الله، بيحب برضو عيون زي ابن حضرتك بالظبط. طب كويس. حلو. هو حضرتك وخالد قرايب؟ لا خالص. طب الحمل كان طبيعي ولا اتأخر شوية؟ لا كان طبيعي الحمد لله، كان زي الفل، كان كويس والله. طب الولادة
كان فيها اي صعوبات؟ يعني لا قدر الله مثلا كان في بيبي وجراله حاجه؟ لا خالص، لا الحمد لله، هو نور بس. الحمد لله. طب نور او خالد، حد فيهم اتغير مع حضرتك بعد الولاده؟ اتغيروا ازاي؟ لا ده انا بدردش معاكي لحد ما الزيت يقدح. استغفر الله العظيم يا رب، انا دماغي مش قال لك ابقى معاه في السامر اللي حصل الصبح. ايوه انا السامر في النص، انا سمعتها صح. يعني ايه السامر بقى؟ انا مش عارف يعني ايه السامر، انا بفكر معاك عشان افهم هي ايه. السامر. ايه بتعملوا ايه؟ ياسمين تعرفي يعني ايه سامر؟ سامر ولا سمر؟ سامر ده الشخص الذي يحكي ليلا، انما سمر يعني صيف بالانجليزي. صح، برافو عليكي. صح. ايه التخريف ده؟ صيف ايه والشخص اللي بيحكي ليلا ايه؟ قال لك السامر اللي حصل الصبح، ما جابش سيره ليلا دي خالص. طب انت متضايق من ايه؟ انا مش فاهم يعني. ما قال لك في الاخر الحوار على قراقيش، هتجيب له قراقيش والموضوع هيخلص خلاص. ده العشاء. يلا بينا بقى عشان نتعشى. الله، ده جو اسري حلو قوي. اتفضلوا. جوعتونا سنه. يا نور. ايوه. لا ما استغناش، انا بنده على نور ابني. ما هو انت ايه بتقول لك بتنده على نور ابنها؟ هتقول ايه؟ انت مش هتقول حاجه طبعا. تعالى يا نور اقعد جنبي. روح يا نور، روحي حاجه. تعالى. مش مصدق. ازيك يا نور؟ الحمد لله يا عم. لا عمو ايه، انا مش عايزك تقول لي يا عمو بقى. هيقول لك ايه؟ مش في عقل ولا انت عدمنا العقل ولا ايه الحكايه؟ ما هو طفل وانت قد ابوه، هيقول لك ايه؟ هيقول لك يا عمو طبعا. نور، تخيل انا مين؟ ايه اللي تخيل انا مين؟ يعني ليه الطفل يتخيل؟ وبعدين هتطلعي مين يعني؟ اكيد مرات عمو. ايه يا اخوانا، عايزين ناكل بقى. يلا يا نور يا حبيبي بقى، كل بسرعه علشان تنام بدري. انا بدري ايه؟ انا لسه بعد ما انزل من عندكم وعندي شغل بقى في الاستوديو. مش بتكلمك انت شويه تركيز. شويه تركيز. ما اكيد يا استاذ نور، يعني حضرتك مش هتبات عندنا. بالظبط. بس قريب قوي ان شاء الله. لا كده كتير قوي بقى، كده كفايه. ايه في ايه؟ انا مش فاهم في ايه اللي حصل. ما كلام كتير يا جماعه، احنا مش عارفين نقعد مع بعض ناكل لقمه حلوه. ايوه. ايه يا غدا مالك في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ خير سلامتك؟ لا ما تقلقش، دي قفشه كده بتجيلي في معدتي. نور يا حبيبي هات لي الدواء من جوه. حاضر. يا حيوان يا كلب. هو راح فين؟ مش عارف، ما اعرفش، ممكن يكون راح الحمام جاله اسهال ولا حاجه. رجع ولا حاجه. اتفضل، الف سلامه. هو انت عرفت الدواء منين؟ عرفت الدواء منين؟ عرفت الدواء منين؟ الدواء انت اكيد هو مفيش غيره جوه على التسريح. انا ما قلتش ان هو على التسريح. ما قلتش. انت قلتي انه على التسريح. انت قلت خش يا نور يا حبيبي هات الدواء على التسريح من جوه. قلت خش الدواء على التسريح. قالت على التسريح ولا ما قالتش على التسريح؟ قالت. طيب قولوا لها ان هي قالت خش يا نور يا حبيبي الدواء على التسريح عشان نخلص من الحوار. قالت. شرفتونا ونورتونا، يا ريت الزياره دي تتكرر تاني. خدت بالك من الحته دي؟ الراجل دخل في الثقب الدودي فتحول بيه الزمن، بقى هو وبنته قد بعض. هو وبنته او هو وابنه، فاهم مربوطه ازاي؟ فاهم انا مش غبي، ما تبقاش انت غبي. ثقب دودي. انت بتكتبي ايه من بدري انت؟ بكتب كل احتمالات. احتمالات من الفيلم؟ الساعه كام؟ هما هيمشوا امتى؟ هم المفروض يمشوا اصلا.
جماعة، عارفين بقى ايه الفيلم اللي هنستفيد منه قوي؟ ايه؟ برستيج. برستيج؟ برستيج مش حلواني ده؟ لا ده فيلم. فيلم؟ فيلم والله. وهو نفس المخرج برضو. كان عامل ايه؟ ان في اختراع كده بيخلي البطل فيه منه نسختين، يعني بيبقوا 2 شبه بعض. حلو قوي ده. طب ما تشغل لنا الفيلم ده. هاتهولنا ده بقى، وهات لي بقى لوز مكرمل. وانا عايز فشار تاني. نشغل ايه؟ مش هنشغل حاجه، المره جايه بقى ان شاء الله، المره الجايه. مش عارف انت قافش ليه يعني؟ ما القعده حلوه والفشار زي الفل. لا مفيش، ولا في قعده ولا في زفت، شويه حساسيه بقى، اي احساس. بص المنظر، الست نامت. ماشي. طيب يلا يا ياسمين. ايه يا جماعه ما انتوا قاعدين؟ قالت قاعدين اهو. لا ده كلام ثوابت، فعلا بنقول الكلام ده، بس ده كلام ثوابت اللي هو انتوا قاعدين لسه المره دي ما تتحسبش الحاجات دي، ما تاخدش في بالك انت. يلا ماشي يلا يا ياسمين، حاسبه تتبضي، ما تقلعيش البتاع ده. يلا. والله يا جماعه نورتونا، ده انا حاسه ان احنا اهل. قالت اهل. لا ثوابت، ده كلام ثوابت. يلا امشي. بعد اذن حضرتك، تصبحي على خير. نستناكوا بقى المرة الجاية عندنا يا أستاذ خالد. ان شاء الله. استاذ خالد سهرناكوا بقى معلش. سهرتونا. يلا تصبحوا على خير. خلاص مش عارف اقول لك ايه. خلاص امشوا. تصبحوا على خير. خلاص امشي. خلاص من سنة هنا بنت يا سارة. هو ايه حكايه ان المره الجايه عندهم دي؟ ايه حكايه المره الجايه؟ ثوابت، ده كلام ثوابت. كل الناس بتقول لبعض لما نروح اقول له، قلت لها تقعد تسالي تقعد تقول. اشرف. الو باشمهندس اشرف، ازيك؟ ايه يا باشمهندس خالد، عامل ايه؟ باشمهندس انا بقالي كتير ما سمعتش الكلمه دي. انت اخبارك ايه؟ طمني عليك. انا الحمد لله زي الفل. انت ايه الغيبه دي؟ معلش ظروف بقى وكده. بقول لك ايه، انا عايز اشوفك النهارده. يا سلام، تنور. انا في البيت يا حبيبي، تعالى. نفس العنوان مش كده؟ هو بعينه. هروح فين يعني؟ انت مالك مخلي الموضوع رسمي كده ليه؟ لا رسمي يا حبيبي، احنا اخوات طبعا، ما فيش حاجه. بقول لك ايه، انا هاجي لك النهارده اكيد. يلا مستنيك يا حبيبي. سلام. انا بقيت هصحى على صوتك. يا صباح الخير. صباح الخير. انت نايم؟ انت بتشتغلش يا ابني؟ الله، بحب انا قوي بقى كلام الابهات الجميل ده. لازم تشتغل يا حبيبي عشان مستقبلك. البس فانيلتين عشان الدنيا برد. نام يا حبيبي عشان تصحى بدري تروح الشغل. يا بابا يا حبيبي انا فهمتك 100 مرة، انا شغلي بالليل. لا مش كلام ابهات ولا حاجه، انا اصلي بس نزلت الصبح كده، كنت رايح الشغل فما لقيتكش واقف قدام البيت، استغربت. شفت بقى؟ شفت مين ابتدى يتعود يصحى كل يوم من النوم يلاقيني؟ ولا بقول لك ايه، باشمهندس اشرف فتح تليفونه وكلمني. مهندس اشرف مين؟ لا فوق معايا، باشمهندس اشرف بتاع المفاعل. بجد؟ طب وايه؟ ولا حاجه، هنروح نقابله النهارده. صح كده وتعالى عشان نروح سوا. ماشي، هنتقابل فين؟ ايوه هو ده البيت، انا فاكر كويس. يلا بينا. استنى بس ثواني يا بابا معلش. وده هنقول له على الموضوع عادي ولا هنخبي عليه ومش هنجيب له سيره زي كل الناس اللي في حياتي؟ لا ده نقول له عادي، بس نسمع منه الاول هو وصل لايه. انا رايي كده برضه، وحاسس ان ربنا هيجبر بخاطرنا ونتاكد من الحكايه دي. يا رب.
بصراحة الفرحة ما بقتش ساعاني يعني. أنا بقيت حاسس إن حضرتك متحمس إنك تثبت إن أنا ابنك أكتر ما أنا متحمس كمان. لا 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 خالص، ولا متحمس ولا أي حاجة، أنا عايز أرتاح وأريح دماغي. ده أنا اللي عايز أريح دماغي بقى وأتمرمك في حضنك يا عسل. يا أخي بقى بس. ماشي، شكرا يا حاج. يلا يلا. دي؟ دي؟ ايوه. ايه يا ابو الخلاليد؟ ايه يا هندسه؟ وحشني يا هندسه. أنت يا أشرف حبيبي. انت معاك ناس ولا ايه؟ يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا اهلا وسهلا. بيتكم يا اهلا وسهلا. يا اهلا اهلا يا اهلا اهلا. يا سلام، دي ايه الزياره الغاليه دي؟ طب مش تقولي جاي معاك ناس؟ ما جاتش فرصة والله. يعني بتفاجئني. حبيبي. اتفضلوا يا اهلا وسهلا. شوفوا بقى البيت بيتكم، يعني تحبوا تقعدوا فين؟ احنا ممكن نقعد هنا في الصاله، وممكن نقعد في الصالون، وممكن نقعد في التراس جوه في الصالون برضو. مفيش مشكلة. براحتكم، تحبوا تقعدوا فين؟ نقعد في أي حتة، بس نقعد بس عشان نتكلم. طيب احنا ممكن نقعد نقعد هنا؟ نقعد هنا؟ لا انت عايز تقعد فين؟ لا نقعد هنا. براحتكم، انا بس بخاف على القلل دي اللي ورا والفازات. احنا عايزين نقعد نتكلم مع بعض. طب تعالوا جوه، اتفضلوا يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. بقول لك إيه؟ غريب سنة؟ يا اخي وحشني. حبيبي يا أشرف. منورني. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. أهلا. هتشربوا ايه بقى قبل الغداء؟ لا غدا ايه؟ لا احنا مش هنقعد لحد الغدا يعني. لا يمكن. ايه ده؟ ايه عيب الناس؟ ده انا عامل لك مفاجأة. مفاجأة ايه؟ انت كان نفسك فيه اخر مرة؟ اخر مرة امتى؟ اخر مرة لما كنا بنتكلم وقلت لي نفسك في البشاميل. ياه ايه ده؟ انا جبتها بتتعمل جوه. يا وداد شهيلي بقى، اعملي بشاميل بسرعة. طلعت بتحب البشاميل زيي. بقول لك ايه، هو الراجل ده ازاي فاكر من 7 سنين ان انت نفسك في البشاميل؟ ده واضح ان هو اصيل قوي. لا ما ده اصيل جدا طبعا. انت بقى جيت وقعدت وخدتني في الكلام وما يعني مش تعرفني طيب مين الاساتذه؟ انا بقى دلوقتي ده يبقى نور، ونور يبقى جوز ياسمين، ياسمين بقى مرات نور. بعدين نبقى احكي لك الحكايه دي بعد البشاميل بقى. بعد البشاميل هو ده اشرف بقى. اقول لك ايه يا اشرف؟ قول لي حاجه. انا كان عندي كام سؤال كده عايز اسالهم لك. انا من ساعه ما اتحولت شؤون اداريه وانا كذا مره بحاول اجرب يعني ان انا. انت اتحولت شؤون اداريه؟ امتى ده؟ انت عملت مصيبه ولا ايه؟ لا من ساعه الانفجار. انفجار؟ ايه اللي فتح الموضوع ده دلوقتي تاني؟ لا مش دلوقتي، ما انا شؤون اداريه بقالي 7 سنين من ساعه الحادثه يعني. 7 سنين تقول ايه؟ وانا بقالي 9 سنين في بوفيه. يا عم بقى بطل هزار بقى، بيقول حاجات بتهلكني من الضحك. بطل هزار بقى. لا والله ما بهزر. طب معلش، بعيدا عن هزار الاصحاب بتاعكوا ده، ممكن تقول لنا ايه اللي حصل لكم بالظبط بعد حادثه الانفجار؟ لا احنا ما بننفجرش، خدنا لفت نظر عادي ومكملين شغلنا. مكملين شغلكم عادي؟ لا ثانوي مكملين ايه؟ انا بقالي 7 سنين ما رحتش المفاعل. 7 سنين ايه يا خالد؟ امال اللي شغال معايا هناك ده يبقى مين؟ خلاص بقى بدأت في السن، ما انا مش قادر. امسك نفسك يا حبيبي، بالراحه السن، بالراحه. اسندي معايا كده. انا ساندة بس مش شايفه. نخش شمال فوق شمال. مش عارف، احنا كل ما نسمع خبر جديد هيغمى عليك. انا عايزك تمسك نفسك كده، الموضوع شكله مليان مفاجآت. مفاجأة ايه؟ مفاجأة ايه؟ دي مفاجأة عادية. ده أنا موجود هنا، وفي واحد تاني زيي في المفاعل هناك. معنى كده إن أنا بقى في مني 2. أنا بقى في مني 2 كده. بس ده اللي احنا عرفناه لحد دلوقتي.
تقصدي ايه؟ اقصد يعني ان حضرتك ممكن يبقى في منك نسخ تانية احنا لسه ما نعرفهاش. نسخ تانية؟ اهدى. يا نهار اسود. نسخ تانية؟ اهدى طيب. يا نهار اسود. نسخ تانية يعني ايه؟ بصراحه انت تستاهل بقى، تستاهل. ما قالت لك زي فيلم برستيج كان لازم تطردنا؟ ما كنا اتفرجنا على الفيلم ده، القعده كانت حلوه جدا. يعني ايه؟ يعني الحل عند المخرج بتاع الفيلم؟ ماشي. تعالوا نروح له ونعرف ايه الحل. ابوس ايدك بقى، انا دخت، حرام عليك. التجربه اللي حصلت دي يا جماعه عملت حاجه زي ما انا قلت لكم، لازم نعرف السر عشان نلاقي الحل. انا هموت وافهم بس، هو احنا ليه ما قلناش للمهندس اشرف ده على الحقيقه وخلاص؟ نقول له ايه؟ انت عايزه يتجنن؟ مش كفايه اللي حصل لنا؟ لا انا عايزه حضرتك تبص على نص الكوبايه المليان، يعني اكيد في مميزات ورا الموضوع ده. مميزات ايه؟ ايه المميزات ورا ان انا يبقى في مني 2؟ ايه؟ بقبض مرتبين يعني؟ طب ما ده رزق ده. واحد شغال اداري والتاني مهندس. اما ده تعدد في المواهب. واحد بيروح الشغل والتاني بيروح البيت. يكون في واحد يروح البيت. غادة. يا نهار اسود، يا نهار اسود. تعالي انا مش هلف تاني وراه، ده عبيط. انا دخت، وبعدين احنا كده راكنين هنا، هو هيجي لنا كده. غادة يا غادة. ايه مالك يا خالد يا ابني متلهو كده ليه؟ كنتوا حضري؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه ده؟ انت في ايه ولا في ايه؟ ما تسكت يا غادة. انت ما ترديش عليا بسرعه ليه؟ كنت بعمل لك الاكل اللي انت طلبته. نعم؟ طلبته؟ طلبت ايه؟ اكل ايه اللي انا طلبته؟ ما طلبتش حاجه. السمك المقلي اللي انت بتحبه يا حبيبي. لا انت قلت اللي طلبته، ما قلتيش اللي بتحبه. ما انا قصدي اللي بتحبه عامه. هو في ايه؟ لا معلش تقصدي ايه؟ لازم تحددي هو طلبه ولا بيحبه، دي هتعمل لنا مشكله كبيره. وبعدين حضرتك عارفه ان انا ما بحبش السمك المقلي. ونعرف منين انت مين اصلا؟ اسكت. انت معاكي حد جوه؟ معاكي حد صح؟ حد مين يا خالد اللي معايا جوه؟ خلاص يبقى انت اكيد فهمت الموضوع غلط. موضوع ايه؟ هو مين قال له ايه يعني؟ لا ده ما فيش، ده سوء تفاهم كده وعدى خلاص. ما تستهدى بالله كده يا خالد يا ابني وتفهمنا بعقل وتروي ايه اللي حصل؟ هو جده لسه بطيء، ها؟ انا هوزعه لك حل. هو ايه ده؟ بس هات لنا كوبايه ميه كده معلش يا جدو بعد اذنك. ميه؟ من عينيا حاضر. ميه؟ لا شكرا، مش عايزه اتعب حضرتك. الله. انت الفترة الأخيرة لاحظتي أي حاجة فيا متغيرة؟ يعني أنا مثلا هل باجي في مواعيد غير مواعيدي؟ انت تيجي في اي وقت انت عايزه يا حبيبي، مالك بس؟ يعني هو يقصد انك لاحظتي حاجه غريبه كان متغير معاكي مثلا الفتره اللي فاتت او حاجه؟ لا انا جوزي معايا زي الفل، وحتى لو متغير معايا عادي هستحمل واسكت عادي. لا أنا مش عايزك تسكتي، ما تسكتيش خالص. لو لاحظتي أي حاجة فيا متغيرة ما تسكتيش، تعالي قولي لي على طول. طب تعالى اقول لك انا حاجه على طول بعد اذنك. ممكن تروح تقول للتاني على طول. أنا حياتي باظت. ايه ده؟ أنا حياتي باظت كده. ايه ده يا بابا؟ ايه ده يا خالد؟ انا هاخده اهديه بعد اذنكم، بعد اذنكم. تعالي اقفل الباب وراك، اقفل. انا اسف طبعا ان انا قلت لك خالد قدامهم، بس انا مش عارف انت ليه مش عارف تسيطر على نفسك. ما تهدى كده، اهدى عشان نعرف نفكر. نور يا حبيبي، اسمعني كويس. انت لازم تصحى الصبح من النجمة، تطلع على المفاعل وتشوفني اذا كنت انا هناك ولا لا. اطلع على المفاعل؟ طب افرض لقيتك هناك؟ تجيبني من قفل اللي جابوني وتجيلي على طول. قفل اللي جابوا حضرتك؟ ما اقدرش طبعا. تنساش حضرتك ان اللي هناك ده يبقى بابايا برضه، ما اقدرش اعمل فيه كده. انا اللي ابوك الاول. ايه؟ هتبان عشان خاطره؟ مش ممكن يطلع احن منك؟ انا اسف، قسوتك عليا الفترة اللي فاتت هي اللي هتخليني اعمل كده. قسوتي؟
قسوتي عليك انت يا منى. ليه يا ابني كده؟ واحنا مش لما اتأكدنا ان انا ابوك بقيت بعاملك حلو؟ مش ممكن هو يعاملني احلى؟ انت هتبدي ابوك اللي انت لسه ما تعرفوش على ابوك اللي انت لسه عارفه؟ مش بمزاجي. طب ينفع يا نور ان يبقى في واحد تاني واحنا ما نعرفش؟ انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو ممكن يكون بيجي البيت هنا وبيقعد مع امك. انت ايه؟ ما بتغيرش على امك من راجل غريب؟ ولا انت جنس ملتك ايه بالظبط يا حبيبي؟ على فكرة أنا بغير على ماما جدا، بس يعني بما إن في راجل تاني بيجي هنا ما تسيبنا اتمرمخ في حضنها، وأنا أولى من الغريب ولا إيه رأيك؟ يا ابني اسمع الكلام بقى، اسمع الكلام وسافر. سافر لوحدي؟ طب ما تيجي معايا. مش هينفع ابقى في وسط المفاعل والمهندسين والموظفين ويشوفوا مني نسختين. هتبقى فضيحه في المفاعل. روح انت اتاكد بنفسك وساعتها نبقى نتصرف. أنا مشكلتي إن المفاعل ده بعيد جدا جدا. ولا يا نور انت هتعصاني من دلوقتي؟ ده الاب والام يا نور. آسف، أمي ما تعرفش عني حاجة أصلا. رضا الاب يا ابني لحد ما الام تعب. حاضر يا حاج. ايوه، يعني ايه اللي جمعكوا على بعض انتوا التلاتة؟ هو لما تعب كلمونا واحنا رحنا اخدناه. لما تعب كلموكوا، اشمعنى انتوا بقى؟ علشان احنا كنا اخر رقم على تليفونه. وخالد كان مكلم نور بقى ولا كان مكلمك انتي؟ ولا انتوا الاتنين عندكوا تليفون واحد؟ ان شاء الله ربنا يطمنك عليه ويبقى كويس. انتي ما جاوبتيش على سؤالي على فكرة. ربنا يطمنكوا عليه يا رب. وهينام شوية وهيصحى يبقى كويس. اتغدوا معانا بقى حتى نكمل كلامنا يا ياسمين. مش هينفع عشان عندنا مشاوير مهمة جدا لازم نلحقها. هنعوضها بقى المرة الجاية ان شاء الله. ليه؟ طب ما نقعد ونتغدى، أنا جعان جدا. مش هينفع، المشاوير اللي انت قلت لي عليها لازم نلحقها. هنعوضها تاني ان شاء الله. طب نشرب عصير بعدين نلحق المشاوير. مش هينفع، هنشربه في الطريق. عن اذنك. ماشي، بعد إذن حضرتك. اشرب عصير، ايه المشكلة؟ المية يا ابني. هو مين ده؟ يلا يا بدر عشان تاكل. يلا عشان تاكل مع الولاد. ولاد مين؟ ايه ده؟ في ايه؟ بدر بقول لك كنت عايزة فلوس. بدر ايه؟ ما تاكل يا حبيبي. ما انا هاكل اهو. طب بقول لك كنت عايزة فلوس، عايزة اعمل شوبينج. تاني يا يارا؟ ما انت مش لسه واخده فلوس اول امبارح؟ حاضر هجيب لك فلوس واديكي. حاضر. طب يلا بقى يا حبيبي كل. ما انا هاكل اهو. الاكل حلو يا ماما؟ تحفه، ده حتى بمبوزه هيتجنن عليه. يا لوحي يا لوحي يا لوحي. انا مش عارفه انتوا ليه مش عايزين تخلفوني بامبينو صغير العب بيه ويبقى رابع للقطاقيط دول. احنا هنخلف كلب. يا بدر ما تسكت. ما هي اللي بتقول. ما احنا الحقيقه طنط مش عايزين نتعب حضرتك، عشان انت عارفه بقى ان انت اللي هتشيلي، لان انا ويارا مشغولين، فحاسين ان احنا لو جبنا ولد انت اللي هتشيليه، فاحنا مش عايزين نتعبك يعني. مالكش دعوه، بدل ما هخدم على 3 هخدم على 4. هي مسويه عيله بالكلام كده ليه؟ هتسكت ولا مش هتسكت؟ ما هي اللي بتقول. دوق يا بدر. ادوق ايه؟ الكشك ده هايل. ما انا فاهم، انا ما هدوق وقت تاني. ايه يا بدر ماما مد ايديها. ماشي، طب ما تغيروا الشوكه. نغير الشوكه؟ انت قرفان تاكل مطرح بمبوزي؟ لا انا خايف لا بمبوزي يكون هو اللي قرفان ياكل مطرحي، فبقول نغير الشوكه ولا ايه؟ هي ماما رايحه فين؟ شبعت، هروح اغسل ايدي. انت ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ يعني انت يرضيك اغلط في مامتك؟ مش لازم اكل مطرح كلابها يعني. موضوع كلاب. هو انتوا مخبيين عليها انهم كلاب؟ ما هم كلاب. لا ده انت اتجننت رسمي.
رد 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 يا ابني، مش هعرف اشتم، مش هعرف اشتم يا ابني. ها صباح الخير يا استاذ خالد. صباح الخير يا فندم. استاذ ايه بس يا فندم؟ انا نفسي اسمع باشمهندس زي زمان كده. ان شاء الله ان شاء الله. المهم انا عايز اكلفك بمهمه هتزود شغل عندك اليومين اللي جايين دول. بجد؟ يا ريت يا ريت، بدل ما انا قاعد فاضي كده. بس في حاجه، المهمه دي عايزه تركيز قوي، وانا عارف ان انت قدها وقدود. يا فندم انا تحت امر الشغل. شوف يا سيدي، عايزك تمسك كشوفات المصايف السنه دي وتعمل القرعه بتاعت المهندسين وانت اللي تسكنهم. حضرتك قلت مصايف؟ ايوه مصايف، انا بقول لك مصايف، مصايف بالفهم. انا مهندس على فكره. ايوه انا عارف ان انت مهندس. مهم ركز في الشغل ده عشان ده مهم جدا، وانا عايزك بقى تحفظ الاغاني بتاعت المصيف بقى، دق والشماسي، ولا معلومات ان انت صوتك حلو. شد حيلك يا بطل. انا هرجع شغلي تاني على فكره، وقريب جدا. ما كنتش انا زمان هناك اساسا. رد يا حيوان. الو. ها يا بابا. انت فين يا بني ادم انت؟ لاتيه. هوت. لا هوت ايه يا باشا، ايس. انت مش شايف الجو عامل ازاي؟ الصيف دخل بدري ولا ايه؟ كل سنه وانت طيب. هوت ايه يالا؟ انت بتعمل ايه ولا فين انت؟ انا وقفت كده بجيب شويه حاجات بروق على نفسي يعني عشان الطريق. بتروق على نفسك؟ انت طالع رحله يا بارد. عايز ايه يا بابا؟ انت مش حاسس بالحر اللي احنا فيه؟ الجو حر جدا، وبعدين ما تخافش انا في نص الطريق، انا مش في الاول. طب اخلص وروح بسرعه يلا عشان نعرف هنعمل ايه. انت يالا ايه؟ انت مش حاسس باي مسؤوليه خالص؟ عندي احساس بالمسؤوليه، بس عندي احساس بالحر رهيب. هو انت مش عايش معانا ولا ايه؟ مش كفايه ان انا رايح المشوار ده لوحدي؟ طب سيبك من اللي في ايدك ده بقى وتفضل تنيل، روح بسرعه، بلاش تفاهه. بسرعه؟ انا اعرف الاب يقول لابنه سوق على مهلك، اوصل وطمني، مش بسرعه. ده لما يبقى ابنه ويبقى صغير يا بغل. اخلص يا حيوان. ماشي حاضر، كفايه تهزيق. يلا يا حيوان. سلام. ما تسخنش التونه بقى. يارا يارا والنبي هاتي لي الموبايل من عندك. ميرسي يا حبيبتي. اتفضل. ايه ده؟ مالك في ايه؟ هو انت اشتريت ايه ب 10000 دولار؟ هو انت عرفتي ازاي اصلا ان انا اشتريت حاجه ب 10000 دولار؟ جالك مسج على الموبايل. لا هو انا قلت لك هاتي الموبايل بس، مش بصي فيه وانت بتجيبيه. هنسيب بقى المشكله الاساسيه وهتغير الموضوع. لا هو انا مش بغير الموضوع لان مفيش مشكله اساسيه اساسا، لان انت لو كنت كملتي المسج للاخر كنت عرفتي ان انا جبت مستلزمات طبيه لنفسي ولشغلي. ايوه بس الفلوس دي كتير والله، وما كانتش بقى هتبقى كتير لو كنت بقى سعادتك جبتي بيها شوبينج لنفسك. مظبوط؟ لا بس يعني كنا ممكن نستفيد بيها او نستثمر في حاجه اهم. يا سلام، ايه بقى اهم ان انا استثمر في نفسي وفي شغلي؟ كنت ممكن تغير لي عربيتي مثلا. الله، تجيب لي شاليه في الساحل. يا سلام. طيب عموما عشان انا مش عايز ابدا يومي بمشكله كبيره، فانا بقى هسيبك لمشاكلك الشخصيه وهقول لك باي باي. باي باي. شاليه ايه اللي ب 10000 دولار ده؟ انا مش فاهم في الساحل. ايوه هو ده. انا ازاي مشيت كل المسافه دي وانا طفل؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام مين حضرتك؟ طب استنى، شايفني بشحر؟ هقعد اخد نفسي على الاقل. لا اتفضل حضرتك اقعد. تحب حضرتك اجيب لك حاجه تشربها؟ لا انا معايا حاجات اشربها. يا استاذ لو سمحت اتفضل، وجودك هنا غلط. حاضر. لو سمحت، كان في مهندس شغال عندكم او كان شغال عندكم، مش عارف بقى هو موجود دلوقتي او كان موجود من شويه، ولا هو في دماغي بس وخلاص؟ دي كلمات متقاطعه دي ولا ايه؟ يا استاذ قول جمله افهمها، قول سؤال وانا اجاوب عليه. المهندس خالد ماله؟ موجود هنا؟ اه موجود فوق، مكتبه في الدور التاني، اول ما تطلع على طول في الوش. في الوش؟ وانت بتقولها لي في الوش كده عادي؟ انت عايز تقابله؟ لا اقابله ايه، استنى. اقابله تاني؟ هو في منه تاني؟ دي مصيبه. يا باشمهندس خالد، يا باشمهندس خالد، مساء السكر والعسل والجمال. ايه الحلاوه دي؟ مش مهندس خالد؟ اه طبعا مش مهندس، ومين مش مهندس. مبروك يا عم. مبروك على ايه؟ ايه ده؟ محدش قال لك؟ لا معرفش، قول لي انت في ايه؟ سافر. قول والله. والله بس كان في كام حاجه كده عايزك تظبطها لي يعني. هعمل لك اللي انت عايزه بس اسافر. طب حس كده، انا اختي وجوزها عايزهم اخدهم معايا مرافق بس من غير ما ادفع فلوس. طب ايه المشكله؟ مش هم مهندسين برضو؟ لا. ازاي؟ امال هتاخدهم معاك روسيا يعملوا ايه؟ ومين جاب سيره روسيا؟ مين جاب سيره روسيا ايه؟ مش انا وانت طالعين البعثه بتاعت روسيا؟ انا بتكلم على المصايف، ما انت مش مسكت المصايف. هو انت جاي تبارك لي عشان انا مسكت المصايف؟ امشي اطلع بره. يالا في ايه ده؟ امشي اطلع بره. اتاريك جاي تجر معايا ناعم وتقول لي يا باشمهندس خالد. يا باشمهندس بس يا ابني انت في ايه؟ فيهاش يعني؟ ما فيهاش ايه؟ انت هتقدم زيك زي اي بني ادم عادي، واسمك يا طلع في القرعه يا ما طلعش. هي بقت كده يعني؟ بقت كده. ماشي يا خالد. خلاص خالد، نزعت الباشمهندس في ثانيه. ماشي بس الزمن بيلف على فكره، وهيركن عند اول ريست بعد ما تروح، عارفها؟ اطلع اركن بره. يالا امشي. ماشي يا خالد. امشي يخرب بيت سألتك. الو، ها يا نور، ها. ايوه يا بابا، مفاجأة وفي الوش. في الوش يا بابا، في الوش. في الوش؟ هو ايه اللي في الوش؟ في الوش ايه؟ مكتبك في الوش، انت موجود في المفاعل. ايه؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه، مش وقت تندب فيه خالص. تعالى لي والنبي، انا مش عارف اتصرف في الموقف ده لوحدي خالص، لو سمحت تعالى. لا هاجي فين؟ انا مش هينفع، انا وهو مش هينفع نبقى في مكان واحد مع بعض اكيد. ما عادش ينفع يا حاج، خلاص مفيش كسوف. تعالى نشوف الراجل ده مين، بيعمل ايه. تعالى نراقبه، نشوف بياكل ايه، بيشرب ايه. انا عارف انها ملهاش اي علاقه بالموضوع، بس اي حاجه. انت بتقول ايه؟ ايه اللي كسوف وياكل ويشرب؟ هاته وتعالى. طيب ما انا مش عارف هو هيعرفني ولا لا، وبعدين انا ممكن اطلع معاه من المفاعل عادي، ما انت فاهم اللي فيها. بقول لك ايه، تعالى لي لو سمحت. مفيش اب بيسيب ابنه في موقف زي ده. مش انت السبب؟ انا السبب؟ ايوه يا بابا انت السبب، انت والتجربه بتاعتك. الله اعلم كانت فيها ايه التجربه دي. ما تيجي ونفجر المفاعل ونرجع كلنا زي زمان. اقفل، انا جاي لك دلوقتي حالا. الو، مدرسة نور؟ الباصات فيها مشكلة؟ طيب خلاص انا هخلي بابا يجي ياخده، شكرا جدا. شكرا. ايوه يا خالد، هو انت في الشغل؟ انا في مشوار تبع الشغل كده، واحتمال اتاخر شويه. طب كويس قوي، عدي بقى على مدرسة نور، هاته معاك وانت جاي، علشان كلموني وقالوا لي الباصات فيها مشكلة ولازم ولي امره يجي يستلم. ما انا غدا بقول لك، لسه بقول لك دلوقتي ان انا في مشوار تبع الشغل واحتمال اتاخر، فازاي عايزاني اروح اجيب الواد من المدرسه؟ روحي جيبيه انت يا حبيبتي. انا انزل اجيبه؟ ازاي؟ بالتاكسي، هتاخدي تاكسي وتروحي تجيبي الواد من المدرسه. اخد تاكسي من تحت البيت يعني؟ لا من المطبخ، هتاخدي تاكسي من المطبخ يا غاده، ما تخلصي وتروحي تجيبي الواد من المدرسه. طيب
ينفع اخلي بابا يروح يجيبه؟ لا بابا ايه؟ عايزين نلحق ناخد الواد من المدرسه قبل اجازه الصيف. ماشي. طيب ابعت ميكا يروح يجيبه من المدرسه. ميكا ايه انت كمان؟ ميكا هياخد الواد من المدرسه هيوديه على الاسم على طول. انا مش فاهم ايه الصعب انك تروحي تجيبي ابنك من المدرسه. لا لا لا، مفيش حاجه صعبه ولا حاجه، انا بس يعني كنت بفكر معاك بصوت عالي. يا حبيبتي ما هي لو حاجه تستدعي التفكير انا هفكر معاكي كويس جدا كمان، بس هي ما فيهاش. ماشي. طيب انا هنزل اروح المدرسه. هقول لهم ايه بقى؟ هاتوا نور؟ لا خدي اللي جنبه، ما تخلصي يا غدا وتروحي للواد في المدرسه. ماشي. لا خلاص انا نازله المدرسه. حاضر. المفروض انزل دلوقتي صح؟ ايه البواخه دي؟ تمام. تصدق انك محظوظ؟ اهو الباشمهندس خالد هينزل اهو. هينزل يروح فين؟ جاي علينا. جاي هنا؟ يعني ايه؟ اشرح له ازاي ده؟ يا ترى هيطلع بقى اب ظريف زي التاني ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا مش عايز اقابله، خبيني. الله، هو انت مش كنت لسه بتسأل عليه؟ ولا انت عامل له مفاجأة؟ مفاجأة؟ انا عامل له مفاجأة؟ ده هو اللي عامل لي مفاجأة ومذهلة كمان. يا باشمهندس خالد في واحد عامل لك مفاجأة. الله يخرب بيت غبائك، انت كمان بتعمل ايه؟ شكله ايه الراجل ده؟ شكله كويس. وانا بطمن عليه، تعالى وريهوني. طيب ده قاعد بقاله كتير ومستنيه. ايه الهبل ده؟ بتستظرفه ولا ايه؟ مين ده؟ انا مهندس خالد. انت خالد نور؟ لا انا خالد خليل. خالد خليل ايه؟ انا بسألك على اسمك. ايه يا استاذ، ما بقول لحضرتك انا المهندس خالد خليل. انت مش قلت لي مهندس خالد نور مكتبه فوق وفي الوش؟ لا انت ما قلتش خالد نور، انت قلت الباشمهندس خالد، وادي الباشمهندس خالد خليل اهو. وانا هعمل ايه المهندس خالد الخليلي ده؟ يا استاذ خالد خليل. يا سيدي تشرفنا. طب المهندس خالد نور فين؟ خالد نور اتنقل. اتقتل امتى؟ طمني بس. يا استاذ اتقتل ايه؟ بقول لحضرتك اتنقل. مالك في ايه؟ انت تعبان؟ انا باين عليا صح؟ تعبان جدا والله العظيم يا باشمهندس خالد. طب هو اتنقل امتى وراح فين؟ راح الهيئه نفسها من 7 سنين. 7 سنين؟ ده المهندس اشرف بيقول ان هو بيجي معاه هنا كل يوم. المهندس اشرف مين؟ معرفش، اللي كان معايا في الحادثه. اشرف خميس؟ يا عم اشرف اي حاجه، اللي كان معاه في الحادثه وخلاص. يا استاذ في ايه بالراحه بس. مهندس اشرف ده عقله خف، عقله راح واترفد من هنا من زمن. يعني ايه؟ يعني اشرف خليل ده بيخرف؟ يا استاذ اشرف خميس. يا عم اي حاجه وخلاص، المهم انه بيخرف. بعد اذنكم. اتفضل. صباح الخير. حضرتك بتدوري على حد معين؟ انا ما اعرفش، هم كلموني وقالوا لي تعالي اخد ابني. اهدي بس اهدي. هو ابن حضرتك تعبان؟ هو تعبان؟ انا بسأل حضرتك بس، هي المدرسة بلغت حضرتك ان هو تعبان؟ اصل حضرتك بتعيطي. لا خالص، هو بس قالوا لي انه في مشكلة في البساط يعني. طيب ده الحمد لله بسيطة خالص، مفيش اي حاجة ان شاء الله. عامة حضرتك ممكن تقدري تتفضلي هنا وانا هجيب لك الولد لغاية عندك. هو اسمه ايه؟ اسمه نور خالد. تمام، اتفضلي وانا هجيبه لغاية حضرتك. اتفضلي. ايه ده؟ ست الكل. ايه ده؟ انت هنا؟ ايه ده؟ انت بتعيطي ولا ايه؟ مالك في ايه؟ حصل مشكلة؟ لا مش بعيط ولا حاجة، مفيش مشكلة ولا حاجة. هو انت هنا بتعملي ايه؟ انا هنا علشان جاية لخالد. خالد؟ هو خالد هنا؟ هنا. طب وانت جاية لخالد ليه؟ انا جاية لابني خالد، بيبي خالد، عشان انا امه، جاية اخده من المدرسة. انا نسيت ان انت مسمية ابنك خالد برضو. روح قلب ماما.
بعد اذنك. انت رايحه فين؟ انا معايا عربيه. لا هناخد اوبر. ليه؟ انا ممكن اوصلكوا عادي. لا متشكره قوي، مش عايزه ازعجك اكتر من كده. بعد اذنك. اتفضلي. ها يا نور، طمني، رجعت ليه؟ بابا اقعد. عايز لاتيه؟ مش عايز حاجه. شفتني هناك ولا ما شفتنيش؟ لا يعني ايه؟ رجعت قبل ما تشوفني؟ انت مفيش منك اتنين. يا سيدي ربنا يخليك، يا سيدي كتر خيرك. انا مش بجاملك يا بابا، انت فعلا مفيش منك اتنين، مفيش نسخه تانية، كل اللي سمعناه ده كان هبل. يعني ايه؟ امال ايه الكلام اللي كان بيقوله اشرف ده؟ اشرف خليل؟ اشرف خميس. اشرف خميس بقى اشرف خليل، انتوا لخبطتوني في اساميكم. انا هناك قابلت واحد جديد خالص اسمه خالد خليل جديد، قال لي ان اشرف خميس ده دماغه سرفلت، بيخرف. اه بيخرف من ساعه الحادثه وهو اترفد اصلا واتجنن خلاص، دماغه هربت منه. يعني ايه؟ يعني هو اتجنن وانا واحد بس عادي زي ما انا؟ ايوه. انا عايزه اعرف ايه اللي بيحصل من ورايا. انا حاسه ان في مؤامره ضدي في البيت ده. يا بنتي مؤامرة ايه بس؟ يارا اهدي يا يارا اهدي. هما التلاتة قافلين على نفسهم الأوضة، مخبيين عليا. ايه انت عامله ده؟ مالك في ايه؟ أنا اللي فيه ايه؟ انتوا اللي فيه ايه؟ انتوا اللي فيه ايه؟ هو السؤال ده معدي ولا ايه؟ لا كده واضح انه معدي. ايه يا بنتي المشكله؟ ايه الجنان اللي انت عاملاه ده؟ والله جنان؟ أنا كنت متأكدة إن أنا هلاقيك هنا. اشهد يا عمو. يشهد على ايه؟ وانت قفشتيني مع واحده هنا؟ ما عادي نبقى هنا، ايه المشكله؟ دي مجنونه. اتفضلوا اقعدوا انتوا يا اهلي وناسي وتاج راسي. ما تهدي يا يارا، ايه اللي انت عاملاه ده؟ أنا العبيطة اللي جوزها الدكتور وحشها وقالت تروح له العيادة تعمل له مفاجأة اللي كل يوم بيبقى موجود فيها في الوقت ده. تخيلي قالوا لي ايه؟ إنه نزل من بدري وموبايله مقفول. اقسم بالله فصل شحن. ايوه والله زي ما انت. شويه فستق بقى لاعظم اب واحن ام. ها؟ اقدم كذبه في التاريخ. بيرن ولا ما بيرنش؟ هو مش باين انه في الشاحن؟ مش شايفه انه في الشاحن؟ خلاص بقى يا يارا، هو فعلا اول ما دخل قال حطوا الموبايل في الشاحن. ملناش دعوه احنا يا ست الكل، ما تعصبيش نفسك. ما كفايه بقى يا نور، كفايه. ها يلا لان انا هنا مش مستحمل كلمه. يلا بينا. لا ليه؟ ما تاخدوا بعض وتخشوا كملوا كلام في الاوضه. انا خايفه اكون عطلتك. لا انا مش فاهمه ثانيه واحده، ايه المشكله لما يتكلم معانا؟ انا عايزه اعرف كان بيقول لكم ايه؟ كان بيشتكي لكم مني صح؟ صبرنا يا رب. طبعا كان مفهمكم ان انا الزوجه النكديه اللي بتقعد تنكد على جوزها وكل يوم عامله له مشكله. ممكن تقعدي بقى يا بنتي وتكبريني؟ عيب، ده انا زي باباكي. خلاص بقى يا يارا، اجبري للناس دي، الناس اللي كبرتني وعلمتني وليهم فضل كبير قوي عليا. ما خلاص يا جدعان عملتوا لنا ده. الصوت والسلام يا عم. خلاص يا اسطى، خلاص بقى يا جدعان، واللي خلق الخلق انا بقبل للناس بس نقطهم بقى. خلصنا بقى يا عم ميكا، في ايه؟ ما تهدى كده، مش عملت النمره بتاعتك؟ نمره؟ ايمن ميكا مش بتاع نمر، اتك على عقلك لا اكسر بنفسك والفتك. خلاص بقى يا ميكا، استبر انت جد. هو في ايه؟ ملناش دعوه. خلاص يا عمي، على الصلاه والسلام يا عم. ما هيضربوا بعض امتى؟ على المولى فايقه ولا معايا حد؟ ايه ده؟ حد قال انا؟ ها؟ طب ما تلبس هدومك يا ميكا لحسن يجيلك برد ولا حاجه. لا انا تمام يا بطل. طيب ماشي،
طب يعني ايه اللي حصل؟ طب يا ميكا وصل الموضوع لكده؟ عمي بره عنك، ما تدخلش نفسك في الناقش ده. ما تدخلش نفسي في ايه؟ انت مدخل نفسك في بيت يا ميكا. هنزل دلوقتي هشرب سيجاره واطير. هو انت كمان عايز تشرب سجاير قدامنا يا ميكا؟ هي حصلت. اذا كان ده طالع لك بمشكله لحد هنا وبيكلمك وهو قالع هدومه اساسا، هي جت على السجاير. بعد اذنك يا عمي، يعني لو تقدر تجيب له كوبايه عصير يعني تروق دمه ولا حاجه يمكن. ماشي عصير. عايز قهوه. عايز قهوه. عايز قهوه؟ حاضر من عينيا يا معلم ميكا. هو ايه بس اللي حصل يا ميكا؟ حوار مبقع كده واتلم. هو كده اتلم؟ ما انا اللي لاعب في الرق بتاعنا حصلت بوليكا وتيك وتاك على حوار هايف، حولوني افخد، قمت ماسك الزحات فوق بيها، جت في دماغ واحد معدي ملوش دعوه بالحكايه اصلا. يا خبر ابيض، طب وجرى له حاجه؟ اهو شويه كدمات وكده بس رضيته. لا جدع جدع يا ميكا انك رضيته. طب وهو اتخانق معاك ولا سكت؟ اتخانق؟ ده هو اللي خلق الخلق، كنت كسرت بنفسه وهلفته. كسرت بنفسه؟ انا متهيألي يعني ده من ابسط حقوقه ان هو انا اسف. معلش يا ميكا انا اسف. انا بعرفك يعني انا عمك برضو. عمي؟ انا ما حدش عمي. يعني ايه؟ لا 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 لا، انا ما اقصدش عمك اللي هو عمك وعم بلدك والكلام ده، لا لا، انا اقصد يعني بطاقتك في قرابه بيننا، المفروض ان انا عمك يعني. قد الدنيا يا ابو الاعمال. ربنا يعزك يا حبيبي، ربنا يخليك. ميكا انت مش المفروض يا حبيبي تروح المدرسه؟ ما اعتمدش مدارس. تعتمدش مدارس دي؟ ده هي المدارس معتمده اساسا. انا بقى اللي ما بعتمدهاش، تحرقش. انت اللي ما بتعتمدهاش. ما هو طبعا، ما صح، ده هو ده الصح، لازم ما تعتمدهاش طبعا. هتعتمدها ازاي؟ انت بقيت شحط وطولي وكل يوم تجيب لنا مشاكل انا وابوك لحد البيت. جرايه يا عمي، هتخرف. هخرف؟ اعملي له يفطر. لا انا طفحان. طفحان؟ طيب انا كده جابت اخرها، انا لازم انزل اروح الشغل عشان انا طفحان كمان على الاخر يعني. نسيت اسالك يا معلم ميكا حاجه مهمه قوي بالنسبه للقهوه. سكرك ايه؟ لا اله الا الله، سكر خفيف. فخد. انت ايه اللي موقفك هنا؟ انت خلاص خدت على اليفط؟ وايه اللي مشلفط خلقتك كده كمان؟ لا ده كان في خناقه في الشارع كده، وقفت اتفرج، واحد حدف طوبه بالغلط جت فيا. ايه ده؟ هو انت؟ بس انا ما سكتلوش. انت مش عارف ابنك بقى في الخناقات عامل ازاي، انا ربيته. ايوه صح، ما هو قال لي. انت ايه اللي جايبك كده؟ انت ايه القسوه اللي انت فيها دي؟ ده انت اب مش عارف تقراها. مش المفروض نقعد انا وحضرتك نشوف بقى هنعمل ايه في اللي حصل لنا ده؟ على الريق كده؟ لا معلش انا عندي شغل. ابنك اهم ولا الشغل؟ استغفر الله العظيم يا رب. طيب هروح الشغل امضي ونقعد مع بعض. ماشي، انا هستناك فوق. فوق فين يا حبيبي؟ فوق عند ماما غاده. ماما غاده؟ يلا يا اهبل قدامي، انت هتفضل ملازمني طول اليوم. ماشي ابويا بقى. اللي حصل ده ليه علاقة بحاجز الزمن. حاجز الزمن ازاي يعني؟ اتكسر، حاجز الزمن اتكسر. انا او انت يا بابا حد فينا كسر حاجز الزمن. هي اشارة هنكسرها. بعدين فين هو حاجز الزمن؟ شاور لي عليه كده عشان نشوفه. انت هتفضل تتنرفز كده وتتريق ومش هنوصل لاي حل. دلوقتي احنا متفقين ان في حاجة غلط حصلت في الزمن خلتنا انا وانت يا بابا نتقابل واحنا في سن بعض تقريبا، صح؟ انا يعني همشي معاك على انه صح، بس هو مستحيل يحصل حاجه زي كده اصلا، بس يعني ماشي. كمل. حضرتك طبعا عارف ان الضوء ليه سرعه. ما انا مهندس، عارف. وعارف حضرتك النظريه اللي بتقول انك لو مشيت بسرعه الضوء الزمن بيقف.
وفي كمالة النظرية بتقول ان انت لو مشيت بسرعة عديت بيها سرعة الضوء الوقت بيرجع لورا. ماشي، فايه يعني؟ فافتكر معايا يا بابا، هل انت الفترة اللي فاتت دي عديت سرعة الضوء؟ الخميس اللي فات ايوه صح، انا افتكرت. الخميس اللي فات انا جالي مخالفه على سرعه 150. هي سرعه الضوء بتبقى على كام بقى؟ انا كنت بتكلم بجد على فكره. جد ايه؟ هو في جد في اللي انت بتقوله؟ هتقعد تقول لي عديت سرعه الضوء ولا لا وافتكر معايا؟ هو في حاجه اسمها كده؟ انا بحاول الاقيك اي حل. انت بتفكر في عبث. ماشي شكرا. علي صوتك، علي صوتك على ابوك. انا اسف يا بابا، خلاص في ايه؟ تتنيل. شكرا. شكرا يا حبيبي. ايه اللي العفو حبيبي على ايه؟ مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا عمو، ازي حضرتك؟ عمو ايه يا ابني؟ ياسمين مراتي. ايوه ما انا عارف مراتك، ما انا ما لحقتش انساها. قديمه قوي. تحت امر حضرتك. اتفضلي. وريني كده. اول 3 حاجات دول موجودين؟ ايوه يا فندم موجودين. حلو قوي. هات لي بقى من كل واحد فيهم سخن وساقع. حالا تحت امرك. نورتيني. بتشتغلي مراقبه جوده؟ انت لحقت تحكي له عني ولا ايه؟ اقسم بالله فاشله ولا جبت له سيره. انا نفسي افهم بقى الناس بتعرفني ازاي، انا هتجنن. لا هي باينه جدا من لبسك وطريقه كلامك اهو ما جبتش حاجه من عندي. معلش يا عمو، ايه يعني اللي في شكلي تحديدا خلى حضرتك تقول لي كده؟ لا هو سيبك من شكلك خالص دلوقتي وخليني في شكلي انا. هل عندك حل للي احنا فيه ولا هتقعدي تخرفي برضه زي الاستاذ ما عمال يخرف من الصبح ويقول لي حاجز الزمن وعديت سرعه الضوء ولا لا؟ ثانيه واحده، حضرتك بتقول لي انا اخرف؟ جرايه يا ياسمين في ايه؟ انت هتردي على بابا وانا قاعد؟ لا طبعا انا اسفه. دي بابا. طب ايه التخمينات اللي انتوا خمنتوها؟ بابا يا ستي مش مصدق ان ممكن يكون في حاجه حصلت في حاجز الزمن. يا ابني المشكله مش في الزمن، ما تلومش على الزمن، العيب فينا احنا. انت هتقول حكم يا بابا، ده وقته بذمتك. حكم ايه؟ انا بتكلم بجد. المشكله دلوقتي مش ان انت قدي وبس، المشكله ان انت في منك واحد تاني عندي في البيت، نور الصغير. يبقى انا الزمن وقف عندي انا. حلو، يعني الزمن وقف عندك انت وما وقفش عندي انا. يعني انا جيت لك كده في مره قلت لك خليك واقف انت هنا وانا هروح اتمشى في الزمن شويه واجي لك. لا انا اسف معلش، مفيش حد بيتمشى في الزمن غير ويجز، دي معروفه. الصراحه صح يا حاجه صح. قسما بالله هزاره تانية همسك حاجز الزمن ده وهرزعه على وشك اشوهك اكتر ما انت متشوه. نبي يا بابا اهدى عليا، انا من ساعه الحادثه اللي حصلت لنا دي وانا حياتي كلها اتشقلبت فعلا. حادثه؟ بس يبقى هي الحادثه دي. مالها بقى الحادثه؟ هي ايه التركيبه اللي انفجرت في الحادثه؟ جزيئات كده كنا بنشوف لو حصل. انت هتفهمي اللي انا هقوله ولا؟ حضرتك تقصد يعني جزيئات وتركيبه نوويه وحاجات من دي، صح؟ بالظبط اه. بس يبقى هو الانفجار ده، التركيبه النوويه دي هي اكيد اللي اثرت عليكم. معقول؟ معقول؟ اقتنعت بكلامها انت دلوقتي؟ وكلامها اقرب للمنطق. شكرا يا سيدي الناس. بس يالا هو وقت قمص دلوقتي، ما تخلينا في الخيبه اللي احنا فيها. طب معلش بقى، انا عندي سؤال تاني لحضرتك. اتفضلي. كان في حد تاني مع حضرتك في التجربه؟ كان معايا 2 زمايلي مهندسين. طب وحصل لهم ايه؟ علمي ساب الشغل واشرف ما اعرفش اتنقل فين ولا ايه اللي حصل، بس احنا اصلا ملناش عين نكلم بعض من ساعه الحادثه. بس يبقى احنا نروح نشوفهم، لو لقينا عندهم حاجه غريبه بتحصل زي عندنا يبقى اكيد التجربه دي كان فيها حاجه. ما تعيطش ليه؟ انا مش قايل لك تعيط؟ ما انا عيطت يا حبيبي. لا انا عايز عياط مستمر تفضل طول عمرك تعيط. يلا اتفضل. عيط عيط يا حبيبي، العياط بيريح. عيط وخد راحتك. انا عايز مدير المدرسه. فين مدير المدرسه اللي خير يا فندم؟ بس اهدى، انا المدير. حضرتك المدير؟ ايوه. اعلى مدير ولا في مدير اعلى من حضرتك؟ انا مدير المدرسه كلها. اؤمر تحت امرك، بس يا ريت الولد يهدى شويه عشان اقدر اسمعك. يا ريت الولد يهدى، انا مش عارفه اهديه. اديك شايف الحاله اللي هو فيها. هو ايه اللي حصل؟ قول له. ضربني. اتفضل حضرتك. ولد ضرب ابني في المدرسه.
انا جايب الولد بقى يتضرب ويدرس الفيل. هي دي المدارس الانترناشونال بتاعتكم؟ معقوله احنا لسه لحقنا؟ ده تاني يوم دراسه. اديك قلتها، امال بعد سنه هتعملوا ايه؟ انا عايز بابا الطفل ده يجي المدرسه دلوقتي حالا. الولد اسمه ايه؟ يا حبيبي خلاص بابا اسمه خالد نور. لا، اسم الولد اللي ضربه. انا هعمل ايه بالولد حضرتك؟ انا عايز بابا، انا عايز اجيب بقى تربيه الطفل ده من اولها خالص. انا لازم اعرف اسم الولد عشان نجيب باباه. الولد اسمه نور، يعني كده اسمه نور خالد نور. ابعت لي الولد اللي اسمه نور خالد نور بصراحه. ايه ده؟ اقفل حضرتك، اقفل. بتعمل ايه؟ طفل ايه؟ بقول لك انا عايز باباه. ايوه، احنا هنصالح الولدين على بعض واخلي الولد يعتذر لابن حضرتك. يا سلام، حضرتك عايزني انا اتكلم مع طفل؟ ايه، شايفني عيل صغير قدامك؟ يا فندم العفو، انا ما قصدتش كده خالص. اهو الطفل ده لو جه هتشوفني عيل صغير قدامك، ومش هعرف افسرها لك خالص لان انا مش فاهمها خالص برضه. خير معلش خير يا باشمهندس، الف سلامه. الله يسلمك يا خالد. الحمد لله. انكتب له عمر جديد. خير، في ايه اللي حصل؟ امبارح كان في تجربه وحصل تسريب. الحمد لله جت سليمه. لا التسريب ده حلو. الف سلامه. سيبه انا هسندك. طيب، اتكل على الله. بقول لك ايه، احنا نخش هنا نريح شويه عشان انت الطرقه طويله، وشك مش هيستحمل. هنا فين؟ تعالى بس. لا اله الا الله. ايه ده؟ في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بالراحه. تعالى ارتاح من التسريب. معلش، كلنا معرضين لده عادي. معرضين ليه؟ ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ كلنا معرضين لده حضرتك، احنا بشر، كلنا بشر وبنغلط عادي. غصب عني يا فندم، غصب عني. انا ما عملتش حاجه. بس انا كنت. انت ما تتكلمش، انت هتتكلم وهتحكي. خلاص اهدى يا باشمهندس. عادي انك تبقى في تجربه ويحصل تسريب او حتى انفجار، هو بايدك. هو ده موضوع التسرب اللي حصل من يومين؟ ايوه ايوه هو خلاص. هو حضرتك عندك علم بالموضوع ده؟ طبعا عارف. عارفه. اتمنى بس يا فندم ده ما ياثرش على شغلي مع حضرتك. يا جدع انت بتقول ايه؟ ما فيش الكلام ده. بعدين الشغل في الشؤون الاداريه مش متعب خالص، ما تقلقش. يومين وهترجع الشغل تاني. ايوه، هيكونوا حضرتك المكتب جنبي. تقلقش يا فندم، انا بالنسبه لي انا هفهمه طبيعه العمل في الشؤون الاداريه ايه بالظبط. لا، شؤون اداريه ايه؟ هيرجع مهندس. يرجع شغل مهندس تاني؟ شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. استاذنك، اتفضل. شكرا جزيلا ويرجع شغله؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط حضرتك؟ مسجل عندك يا استاذ خالد في الكشف، هيريح يومين ويرجع تاني. هو انا ليه ما ريحتنيش يومين ورجعت تاني؟ ما انت رجعت تاني. رجعت على مكتب، ما رجعتش شغلي ليه؟ هو انا كافر حضرتك دي غلطه زي غلطه، والاتنين اهمال. لا يا استاذ خالد، مش اهمال. هو حصل له حاجه قدريه كلنا ممكن نقع فيها. هو يا استاذ ما جابش مراته وابنه يتفسحوا في التجربه. يتفسحوا؟ يعني حضرتك انا هجيب مراتي وابني افسحهم في مفاعل؟ استاذ خالد، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده كل يوم. اتفضل على مكتبك. الو. ايوه انا خالد نور ابني. ماله؟ بابي خير يا حبيبي، في ايه؟ خير. النور عمل ايه حضرتك؟ حضرتك ما تقلقش، هو بس والد واحد زميله كان عاوز يتكلم معاك شويه. الحقيقه ان ابن حضرتك ضرب ابنه. ابني ضرب ابنه؟ ايوه. هو فين ده يا فندم؟ الحمد لله على السلامه. هو انتوا تعرفوا بعض؟ حضرتك انا ابني ضرب ابني ده؟ ايوه. مفيش حاجه يا فندم، الموضوع خلصان. الولاد يعني مش هقول لك يعني اخوك كبير، لا ده يعتبر بابا الصغير يعني. بقول لك ايه، انت كل شويه تقعد تطلع لي وتقول لي على اخوات وان في بينا قرابه واهل ومش عارف ايه وكلام غريب من ده. في ايه مالك؟ خلاص يا فندم، يعني واضح ان انتوا معرفه، يبقى مفيش مشكله والاولاد كويسين. لا حضرتك، ولا معرفه ولا زفت. يعني ايه ولا معرفه ولا زفت؟ حضرتك انا اسمي على اسم ابنك وانت اسمك على اسم ابني. حضرتك عرفت الموضوع ده؟ هو حضرتك ايه المفرح في المعلومه؟ يا سيدي عرفت وحفظت كمان، وهريحكوا خالص. انا ابني غلطان
وهعاقبه عقاب ما حصلش في الدنيا قبل كده. لا ما تعاقبوش، ابن حضرتك متربي وزي الفل. يا سيدي ده ابني، ده ابني وانا حر فيه، وبعتذر لك وبعتذر لابنك اللي اسمه على اسمي وابني اللي اسمه على اسمك انه ضرب ابنك اللي اسمه على اسمي. ماشي انا اسف، وهنقله من المدرسه خالص. تنقله؟ نعم. ايه اللي نعم؟ تؤمرني بحاجه تاني؟ لا يا فندم شكرا. بعد اذنكم، بعد اذنكم. اتفضل يا باشمهندس خالد. بس يا ابني بقى، بس يا ابني. يعني ايه اللي حضرتك بتعمله ده؟ انت هتسيبه ينقل ابنه من المدرسه عادي؟ يا فندم هو حر، يعني هقول له ايه؟ طب يلا يلا بينا يا حبيبي يلا. طب ما تسيب الولد يطلع فصله. لا ما انا مش عارف بقى انا هنقل ابني من المدرسه انا كمان ولا لا؟ بعد اذنك انا كمان، بعد اذنكم، بعد اذنكم. يلا يلا يا حبيبي. ده اغرب يوم دراسه عدى عليا. يا باشمهندس خالد، يا باشمهندس، يا باشمهندس خالد اسمعني. ايه انت ايه يا جدع؟ انت حرامي ولا نصاب ولا جنس تالت ولا ايه حكايتك بالظبط؟ انا مش فاهم. ايه ده؟ ايه اللي حضرتك بتقوله قدام الاطفال ده؟ عيب جدا. لا ما انا اصلي راجل قليل الادب، وباذن الله اخلي ابني يطلع قليل الادب زيي. طب ايه رايك بقى ان ابن حضرتك باذن الله هيطلع شاب زي الفل؟ اسمع مني. لا اله الا الله. سيبني في حالي وامشي. طب ممكن تديني دقيقه اشرح لك؟ يا ريت يا ريت، ده انا نفسي افهم منك اي حاجه. طب ممكن اطلب من حضرتك طلب وما تفهمنيش غلط؟ ما فهمكش غلط، اتفضل. ممكن نبقى لوحدنا؟ لوحدنا؟ لا معلش، مش هينفع نبقى لوحدنا، معلش. طب ممكن تدخلني العربيه؟ ادخلك العربيه؟ تهبب ايه فيها؟ مش انا اللي ادخل العربيه حضرتك، انا قصدي يعني نور الصغير، بيبي نور يخش العربيه وانا هشرح لك، انا اصلا جاي عشان اشرح لك. روح نور يا حبيبي، استناني عند العربيه معلش. وانت خالد يا حبيبي استناني عند العربيه. خير اتفضل. انا هجيب لك من الاخر، اتفضل. دي اللي هتخلص كل حاجه. الله يخرب بيت دي صدفه. نيلة اسمك على اسم ابني، ونيلة اسم ابنك على اسمي. تحب نقدم في موسوعه جينيس ولا تحب نعمل ايه؟ لا ما اللي حضرتك مش فاهمه ان دي اصلا مش صدفه. امال ايه؟ انا ابنك، انت بابا. عارف انك مش مستوعب، انا في الاول برضو ما كنتش مستوعب خالص. لا هو مفيش حاجه اصلا عشان الواحد يستوعبها ولا ما يستوعبهاش. مفيش حاجه الواحد اصلا يستوعبها او ما يستوعبهاش اللي انت بتقوله ده. ماشي؟ ابن مين؟ ابن مين يا بغل انت؟ بغل؟ انت اول مره تشتمني يا بابا. انا اول مره اشوفك اساسا. طب ما انت حضرتك شفت البطاقه. عادي، اي بطاقه في الدنيا ممكن تتزور، وبعدين انت مزور غلط اساسا. مش مزوره على فكره، وايه الغلط اللي فيها؟ ماشي، تحب اعمل لك مفاجاه انا كمان؟ تعالى بص كده، شايف انت مكتوب مواليد كام؟ 88 صح ولا انا شايف غلط؟ بص انا بقى مواليد 87. معنى الكلام ده بقى ايه؟ ان انا خلفتك وانا عندي سنه. لا انا لو من قوم عاد مش هعرف اعمل حاجه زي كده. يا بابا مش كده، مش كده، الموضوع مش زي ما انت فاهم. انا مش فاهم حاجه اصلا، انا مش فاهم اي حاجه. بص ابني اللي في العربيه هناك ده هو ده اللي معايا بس. على فكره انا ابنك اللي في العربيه ده، بس زمان وانا صغير. انت تيجي معايا. يعني اخيرا اقتنعت. لا هاخدك للدكتور عشان يشخصك ويعالجك صح. دكتور ايه؟ دكتور ايه؟ انا مش مجنون على فكره. طب فاكر لما كنت عند حضرتك في البيت وقلت لك مكان باب الحمام المكسور ده ما يثبتلكش اي حاجه؟ عادي، كل ده كلام جوه دماغك. على فكره انا بكدبك، كلامك مش هيفرق معايا في اي حاجه. ماشي، ممكن البطاقه؟ أوي هي بقى اللي من الاخر دي ايه؟ انت جبت الصوره دي منين؟ شفت؟ ذكاء اصطناعي. ام كلثوم ممكن تغني الويجز عادي جدا. طيب بلاش. فاكر زمان؟ لا مفيش قواله تاني، مفيش اي قواله تاني. ولو شفتك تاني قسما بالله انت مش بتقول ان انا ابوك، هديك بالجزمه، عشان ده شغل نصب غريب وغبي غباء غير عادي. انا مش نصاب على فكره. ما فكرتش ان اللي حصل ده ممكن يكون بسبب الانفجار؟
انفجار ايه؟ الانفجار اللي حصل لنا في التجربه بتاعتك لما جيت لك انا وماما. بالاماره كان يوم عيد ميلادي وعيد ميلادك، وانت ربنا يديك الصحه ربنا افتكرك. ربنا افتكرني؟ انا ربنا فاكرني على طول. وربنا فاكرني وانا دلوقتي ما انا قدامك اهو زي الفل، وربنا فاكرني الحمد لله كويس. ما ده اللي هيجنني. لا انت تيجي معايا. كنت متاكد ان ده اللي هيقنعك. الدكتور يا دي الدكتور. ما هو الدكتور يا الشرطه، يا الدكتور يا الشرطه. عشان انا زي ما وعدتك قسما بالله لو شفتك تاني ولا قلت لي كلمه واحده بس زياده هضربك بالجزمه. ماشي؟ شكرا يا حاج، تاني مره تشتمني. الله، ايه الاشعه الحلوه دي؟ طب ده احنا 100 100. طيب لا انت كويس فاكش اي حاجه، بس برضه لازم تعملي المقطعيه. ليه؟ هي الاشعه دي فيها ايه؟ مش هقول لك قبل ما تعملي المقطعيه الاول، بس انت زي الفل ما تقلقش. طب انا قدامي قد ايه؟ احنا خلصنا، تقدر تتفضل. لا، قدامي قد ايه في الدنيا؟ ايه ده؟ ايه السؤال الدرامي ده؟ ما انت مش عايز تقول لي انا عندي ايه؟ ايوه مش معناها ان انا مخبي عليك حاجه. انا لازم بس اتاكد من اي حاجه قبل ما اقولها لك، بس انت زي الفل. مش هتكتب لي على اي حاجه؟ لا ادويه انت مش محتاج ادويه. مش شرط ادويه، فيتامينات. لا مش محتاج فيتامينات. انت مش تكتب لي على اجازه؟ هو انت جاي عايز نكتب لك اي حاجه وخلاص؟ يعني امضي لك على اوتوجراف على روشته لو تحب. يا ريت. ايه اللي يا ريت؟ انت زي الفل يا استاذ حماده ما تقلقش. يلا اشوفك كمان اسبوع. يعني انا تمام وسليم وكويس؟ 100 100. بجد يا دكتور؟ يعني انا كويس وسليم؟ بوم. الف شكر يا دكتور. الله يخليك يا حبيبي. مساء الخير. مساء الفل. ده ايه المفاجاه القمر دي؟ انا كنت قريبه منك وقلت اعدي عليك، يعني اشوفك لو قربت تخلص. انا قدامي 5 حالات واكون خلصت. طيب انا هستناك بره، خلص براحتك خالص وبعدين نبقى نروح نتعشى سوا. لا روحي انتي، وانا اول ما اخلص هجيلك على احر من الجمر. لا يا حبيبي مفيش مشكله، انا هستناك. طيب انا هحاول اخلص بسرعه جدا واجيلك على البيت. لا بسرعه ايه؟ دول عيانين، مفيش حاجه اسمها بسرعه. خد راحتك خالص وانا مستنيه. ايه ده؟ ده ايه التفهم والجمال والعسل ده؟ انا بره. طيب نسيت المفتاح. أمطار غزيرة بالإسكندرية والقليوبية يا كريم يا رب. هو في ايه؟ الحمد لله ما فيش أمطار في الزقازيق وفي القاهرة. يا بابا من فضلك افتح الباب، أنا في المطبخ ايدي مش فاضية. جدك اللي هيفتح، جدك اللي هيفتح الباب. يا مطول العمر يا رب. الحمد لله والأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. توكلنا على الله. الحمد لله على السلامة يا عم حضري. الله يسلمك. ورايا يا ابني في ايه؟ هي الدنيا طارت؟ لا ما طارتش ولا حاجة. ممكن ندخل البيت؟ ممكن. حفيدي حبيبي حبيبي. ايه يا عم حضري؟ ما تفوق معانا كده. ايه؟ جرى يا خالد يا ابني، انت متساعد ومتصربع كده ليه؟ الدنيا طارت. بعدين ما انت عارفني كويس، انا لازم اخد القرار السليم في الوقت السليم بالتصرف السليم. متصربع ايه؟ متصربع ايه؟ انت اللي متأني قوي يا عم حضري، يعني فتحة باب. وهي فتحة الباب دي شوية؟ شوية فتحة الباب؟ لا طبعا. امال ايه؟ وبعدين يا ابني انا راجل تقدمت في السن،
يعني لازم حركتي تبقى محسوبه. افترضنا اتكعبلت في رجل البتاع دي وقعت اتكسرت، وانتوا اللي هتشيلوا الليله، هتشيلوا هم يا ابني. بعد الشر. ها؟ يعني انا لازم اخد وقتي. طب ووقتنا احنا ايه؟ ماله وقتكم؟ ما انت كده تبقى بتاخد وقتك ووقتنا يا عم حاضر. لا ماليش كلام معاك تاني. ليه بس؟ خلاص لا ماليش كلام معاك. ليه بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. جيل متصربع. معلش انا اسف. جيل فظيع يا انا اسف. انتوا جيتوا، الحمد لله على السلامه. انت قطعانه بره على الباب ليه؟ فين ده؟ ما انا قلت لبابا يفتح له. ما هي دي القطعه، ما دي القطعه في نفسها. انت قلت لك قبل كده 100 مره ما تخليهوش يعمل اي مهمه خالص، ما تسلموش اي حاجه. انت مالك متعصب كده ليه؟ وحصل حاجه بره؟ لا ما حصلش حاجه مره، انا جاي كده. هاكل ولا اخدش انام؟ هتاكل طبعا، انا يا دوب هعمل السلطه بس. ايه ده؟ انا سمعت كلمه سلطه صح ولا؟ هعمل السلطه. لا سلطه وابوكي موجود. ابوكي سلطه. ده قراري، ده قرار السلطه. تسلم ايدك يا سيدي الكل يا حبيبي، تسلم ايدك يا بابا. مش اعمل انت السلطه، ما تخلوش يعمل السلطه. لو عمل السلطه هناكل وهننام وهنصحى الصبح، يبقى هناكل بقى السلطه ساعتها هتبقى مخلل. حاضر. مستنيين احلى سلطه بقى يا حمايه. ايه هو ايه؟ ايه اللي ايه؟ في ما كنت روحت انا بقى احسن. يا حبيبي طب انا قلت لك كده، انت اللي قلتي هتقعدي. والله المشكله بقت فيا دلوقتي. لا انا ما قلتش كده، بس انا اعمل ايه؟ ما باليد حيله، عندي عيانين كتير. تنجز يا بدر، ما هو اللي داخلك يا عيان يا مش عيان، مش مستاهله رغي. يا صلاة النبي، انت لخصتي دراستي كلها في الاحتمالين دول، يا عيان يا مش عيان. ما هو اكيد اللي جاي وعارف انه عيان، مش مستني يعرف انه عيان مني، يعني مش جاي ياخد المعلومه مني. لا انا عارفه ان انا مش هخلص، ملك الجدال. انا اللي ملك الجدال؟ طيب احنا بدأنا اليوم حلو، فعايزين نكمله جميل زي ما بدأناه. انا اسف يا ستي، انا غلطان، حقك عليا. شوفي البت انبسطت قوي لما قلت ان انا غلطان، يعني تموتي تطلعيني غلطان حتى لو مش غلطان. عشان تعرف ان انا سهله واقل كلمه بتبسطني. انا عارف، لا انا عارف طبعا طبعا. طيب بصي، انا فاضل لي 2 عيانين، هروح ابلغهم انهم عيانين واجي اخدك نشرب قهوه في اي حته. اوكي؟ نشرب قهوه في اي حته؟ لا بشربها انت والعيانين، مش عايزه حاجه شكرا، دي عيشه تقرف. طب اعمل ايه؟ اديها بالمخ دي ولا اعمل ايه؟ وحشني وجودكوا زي زمان، رجوع البيتنا ساعة العصر. لا انا مش مصدقه. مش مصدقه؟ اقسم بالله قال لي هطلب لك الشرب. انا مش مصدقه الاغاني اللي انت عمال تسمعها دي، اغاني حزينه وساعه العصر. كفايه بقى يا نور، اقفل الموبايل. اهو قفلتها اهو. انت بتسخري من احزاني؟ اقسم بالله ما بسخر من احزانك، بس برضو الراجل معذور يعني. وانا يعني مش معذور؟ انت متخيله ان الموضوع سهل بالنسبه لي قوي، ان انا بعد كل ده الاقي ابويا وابقى مش عارفه اتمرمغ في حضنه؟ ما هي صعبه برضو على الراجل، يعني هيجي يقول لك تعالى يا ابني يا حبيبي يا اللي جاي من المستقبل، تعالى في حضني، طمني يا قلبي، اخبار المستقبل ايه؟ يعني ايه يا ياسمين الاستظراف ده؟ انت بتهزري؟ انا بتكلم بجد. المفروض على الاقل يعني يسمعني، يحس بيا. هو مش قلب الاب بيحس؟ قلب الام اللي بيحس. حلو، يبقى اروح اتكلم مع امي. دي قضيه تحرش. انت بتستظرفي صح؟ بتحاولي تهزري وخلاص. انا موبايلي بيرن صح؟ موبايلي كان هنا. موبايلك في ايدك. في ايدي؟ دي هربت مني. قبل ما ارد يا رب يطلع بابا، يا رب. بدر الحمد لله. يا بدر. يا نور، عامل ايه؟ انا تمام زي الفل. بقول لك ايه، احنا عايزين نأجل موضوع حوار طابة ده شويه عشان اتخانقت انا ويارا. حوار طابة؟ ايه حوار طابة ده؟ حوار طابة ايه؟ انت نسيت ولا ايه؟ حوار طابة. احنا كنا متفقين نروح طابة يوم الخميس. طب كويس ان انت هتأجل بقى احسن. انا اصلا مش في المود قوي يعني. ليه مالك في ايه؟ اوعى يكون حصل اي حاجه في الموضوع اللي قلته لي. وليه السيره دي؟ انا ابويا بينكرني يا بدر. رحت له مش عايز يعترف بيا ومش عايز يتكلم معايا، وكان هيزقني من كتفي. الله يخرب بيتك يا ابني، وانا مش قلت لك ما تهوبش ناحيته ولا تتكلموا في الموضوع ده خالص؟ لا هروح له، وهروح له تاني وهروح له تالت، ومفيش قوه على وجه الارض هتمنعني ان انا اشوف ابويا. يا ابني انت كده هتأذي نفسك. مش مهم، انا عارف، ولو فضل يعند كده انا هرفع عليه قضيه. قضيه ايه؟
قضية نسب، قضية حجر، خلع، تحرش، هعمل أي مشكلة هبلة وخلاص، بس مش هفضل واقف ساكت كده وبتفرج. استغفر الله العظيم يا رب. انت مش هترتاح غير لما تودي نفسك في 60 داهيه. انا عارف. بقول لك ايه، تعرف تجيبه وتجيلي؟ هو ايه اللي ليه؟ هعمل لكم تحليل دي ان ايه. دي ان ايه؟ هو ده مش بيتعمل للاطفال؟ اطفال وكبار واي حد ممكن يعمله. ده بيثبت النسب، وهنشوف بقى اذا كان معاك حق ولا يكون بيتهيأ لك، مع ان انا متاكد انه مش ابوك. دي ان ايه؟ فكره حلوه. ده صح وده صح. برافو عليك. طب قول لي بقى 50 باي 5 ايكوال كام؟ 250. برافو عليك، شطورة شطورة. طيب يا سيدي 100 باي 5. انا مش نصاب على فكره. ما فكرتش ان اللي حصل ده ممكن يكون بسبب الانفجار. طب فاكر حضرتك لما جيت لك البيت وافتكرت مكان الباب المكسور بتاع الحمام؟ ده مش اثبات؟ نور، يا نور، تعالى يا حبيبي. عايز منه ايه؟ بيعمل هم. بس اسكت انت دلوقتي. تعالى يا حبيبي، عايزك. حاضر يا بابا. في ايه؟ هو الجرح فتح تاني ولا ايه؟ بس بقى، بس. روح روح يا حبيبي، كمل مذاكرة انت. ماشي. الحوار ده بقى. انت ايه اللي انت عامله ده؟ اهو انت اللي جاي تتكلم معايا. ما انت اللي فاضحنا. ايه البتاع اللي في ايدك دي؟ ما انا لو جيت اتكلمت معاك عادي يا اما هتزعق لي يا اما هتطلب لي الشرطه، فما لقيتش غير الفكره دي اللي اقدر اقول لحضرتك بيها اللي انا عايز اقوله. نزل العبط ده، نزل العبط ده. وبعدين انت فيك حاجه غريبه، فيك حاجه مش مظبوطه اكتر من الاول. انت حلقت شعرك. انت خدت بالك؟ شفت؟ قلب الاب وبيحس. قلب الاب ايه يا عبيط انت؟ دي حلاقه، اي حد هيشوفها عادي، هتبقى باينه. انا رحت للحلاق واديت له صورتك وقلت له عايز نفس القصه دي بالظبط، وعملها لي. طلعت شبه كوبي منك، بس طبعا السبعه اللي في النص دي قال لي مش هينفع اعملها لي عشان دي رباني تقريبا. رباني؟ لا، روح له خليه يعمل لك السبعه عشان تبقى كوبي بقى. ها؟ روح له. اتكل. ايه ده؟ ايه يا اخوانا؟ ايه اللمه دي؟ اتكلوا على الله لو سمحت. يعني خلاص هتيجي معايا تعمل تحليل دي ان ايه؟ دي ان ايه؟ دي ان ايه يا مجنون انت؟ عشان خاطري سمحت. لو ليا حق الكلام اتقي الله في عيالك، لانه مهما حصل، شوف مهما حصل لا يمكن ابدا تتهرب. اتهرب؟ تهرب من ايه؟ بص، انا قلت لك الكلمتين اللي عندي وفكر فيهم كويس. ربنا يهدينا ويهديك. الله على الكلام العاقل. هو ده قريبك؟ ده ولا اعرفه، ده مجرد واحد اقرع حكيم واقف في الشارع. في الشارع؟ وانت بتعشر نفسك بينا ليه؟ انت مالك يا ناقصك؟ اتكل على الله. لا اله الا الله، ده انا بنصحك. يا عم لا تنصحني ولا انصحك، اتكل على الله. مش ناقصاك هي. انت نزل البتاع اللي في ايدك دي بقى، خلاص نميت علينا الناس وفضحتنا. مش هنزلها غير اما نعمل التحاليل مع بعض. فكر يا بابا، احنا الاتنين هنطلع كسبانين. يا التحليل طلع صح وصدقتني، يا طلع غلط واشوف بقى دكتور نفساني يعالجني. لا حول ولا قوة الا بالله. هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ دي الناس بتتنشأ على عيل ومش لاقيه. يا عم العن ابو رقمتك. امشي يا عم. الله، ورخم فعلا بس حكيم. بابا
طبعا بتحس بزغلله ورعشه ودوخه وبتحس بكل حاجه، مظبوط؟ زغلله والدنيا بتلف بيا كده والله يا دكتور. طبعا انا فاهم. طيب انت حالتك دي مش هتاخد يعني علاج سريع، انت هتقعد مثلا 7 8 9 10 شهور، سنه بالكتير هتتعالج، بس ان شاء الله هتبقى زي الفل. نور يا ابني اللي جابك هنا، وايه حلقتك دي؟ مش وقته. قوم يا حاج يلا، قوم انت زي الفل، اتكل على الله. انت عبيط يا ابني، ايه اللي بتعمله ده؟ يا عم الراجل كويس وزي الفل، ده بيتدلع مش اكتر. بتدلع ايه يا ابني؟ بتدلع ايه؟ ده الدكتور هيكتب لي فيتامينات عشان اعرف امشي، انا تعبان يا ابني. ومين فينا سليم؟ مين فينا سليم يا حاج؟ ما كلنا تعبانين. انت هتروح تنام تتدفى كويس تعرق، هتصحى الصبح 10 على 10. يعرق ايه يا ابني؟ انت مجنون اللي انت بتعمله ده يا ابني يا حبيبي، ده انا رجلي بترعش مني، ما بقدرش ادوس عليها. عارف اول ما بدوس عليها على الارض كده بدوس بتحدف مني يمين. بتحدف يمين؟ ده ترصيص يا حاج، ده ترصيص طبعا. هننزل من العياده في شمال هتلاقي واحد بتاع كاوتش، انا هوديك الاسانسير بنفسي. اسانسير ايه يا ابني؟ اسانسير ايه وترصيص ايه؟ الله يهديك. لا ده انت اتجننت رسمي، اقسم بالله اتجننت. قلت لك بيتدلع. ممكن افهم ايه الهبل اللي انت عمال تعمله ده؟ ايه في ايه؟ مش في اتفاق بينا؟ اتفاق ايه؟ مش قلت لي هات باباك وتعالى لي؟ هو فين باباك؟ جبت باباك انت فين؟ هو ازاي بالسرعه دي؟ زي ما انت. اتفضل يا بابا. مساء الخير. اتفضل اقعد يا بابا. بدر يا بدر يا بدر. مش معقول. مين ده؟ مين ده ايه؟ ده بابا خالد. مش قلت لك؟ وده حصل امتى؟ مش مهم حصل امتى، المهم حصل ازاي. هو انتوا هتقعدوا تتناقشوا وسايبيني قاعد؟ مين الاخ؟ ده يبقى دكتور بدر، اخويا، او يعني كان اخويا. احنا متربيين سوا بعد ما حضرتك سبتني. سبتك ايه؟ هو انا اعرفك؟ تشرب ايه يا عمو؟ عمو؟ ايه يا ابني؟ انت جايبني الواحد اجن منك؟ معلش اصل انا المفاجأة واخداني، عمال افكر اللي حصل ده حصل ازاي يعني. لا ما حصلش هو. احنا جايين بقى نتأكد اذا كان هو حصل ولا لا اصلا. ده معلش الكلام ده بالنسبة لك انت، لكن بالنسبة لي انا متأكد، والدليل اهو. بس يلا بس دخل الصورة دي، قلت لك الصورة دي ما فيهاش اي اثبات لاي حاجة، ممكن ابقى شبه ابوك وخلاص. شبه ابويا؟ ومرات حضرتك شبه مامتي؟ وابن حضرتك الصغنن شبهي وانا صغنن؟ ايه فانتاستيك فور؟ ما اعرفش والله، ما اعرفش خالص انا، بس كل الحاجات اللي انت بتقولها دي ما فيهاش اي اثبات. وبعدين يا دكتور حضرتك يعني هتشارك معانا الحوار وتقول رأي ولا هتفضل متنح لي كده كتير؟ ايوه هتكلم. هو اصل الغريبه مش انك انت لقيت باباك، الغريبه انك انت لقيت باباك في نفس السن اللي انت سبته عليه. يا سلام يا سلام، الله ينور عليك. صح انت قلت حاجه دلوقتي يا دكتور بصراحه ملهاش اي لازمه، لان هو لو كان لقاني وانا في سن كبير يعني كنت هبقى في سن اب عادي، فما كانش في حاجه هنستغربها، فما كناش هنيجي لحضرتك. صح. مش مهم معايا كل الكلام اللي بتقولوه ده، المهم ان انا لقيتك. ايه ده؟ لسه ما تاكدناش؟ ده جايين عشان نتاكد. يلا بقى يا دكتور اعمل لنا تحليل دي ان ايه اللي قلت عليه ده انت لما قلت لي في التليفون انا كنت هتجنن. دكتور بدر. ايه حبيبي بابا اهدى شويه، انت ليه بتتعامل مع الموضوع على انه عادي؟ ادي فرصه للناس تستغرب حتى لحظه. بقول لكم ايه، انا هعمل لكم التحليل بتاع الدي ان ايه ده، بس الاول لازم اخلص كام حاجه عندي هنا كده، يعني انتوا خليكم مستريحين، انا هروح اعملها واستاذنكم واجي لكم تاني. اوكي بدر بقى لو سمحت تسيبنا ايه يعني؟ هو في حاجه اهم من ابويا؟ ما انت عارف ابويا عندي ايه يعني. يا ابني انت مستعجل ليه؟ بقول لك هعمله معاك، انما هعمل كام حاله كده عندي هخلصها وانا اجي لكم. خلاص يلا شوفوا تشربوا ايه. انا مش هشرب حاجه. تشرب حاجه يا بابا؟ طب وايه يعني؟ مش فاهم فين هو؟ انا زهقت منك لله يا بدر،
بقول لحضرتك ايه؟ نعم. اتفضل معايا. ايه اتفضل معاك؟ اتفضل معاك فين؟ انا اخويا سابني في اهم قرارات حياتي. استرجل انت معايا بقى. تعالى معايا لو سمحت. يلا بقى يلا. اتفضل. حضرتك متوتر ليه؟ انا مش فاهم، احنا لسه ما عملناش اي حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. عايزين نعمل تحليل، عايزين رقم. طبعا اتفضل. رقم 23. ده قدامه كتير؟ لا اللي جاي على طول. اللي جاي؟ اتفضل. خلاص اتفضل بقى. حضرتك ما ينفعش. يلا يا سيدي. اقعد اقعد. احنا دورنا قريب ما تقلقش. مش كنا استنينا بدل الكسفه اللي انا فيها دي؟ انت مكسوف من ايه وانا معاك؟ انا مش فاهم. ما هو ده اللي كسفني. حق عليا. قلت ننجز بدل ما احنا قاعدين مستنيين وكده. خف التوتر حضرتك. ما تقوليش حضرتك، اتعامل معايا عادي. ما انا بتعامل عادي حضرتك. تتعامل معايا عادي ازاي في اللي انا فيه ده؟ قول لي يا خالد. ما يصحش برضه. بقول لك ايه، لو النتيجه طلعت ايجابيه طلعت انا ابوك، يبقى قول لي حضرتك ساعتها وابقى ابوس ايدي كمان. ابوس ايدك؟ ده انا هتمرمغ تحت جزمتك. ايه رايك؟ اسكت. ان شاء الله هتطلع ايجابيه. ولو طلعت سلبيه بقى، معاك نمره الدكتور تروح له عشان يبقى يعالجك. هتطلع ايجابيه ان شاء الله. ولو طلعت سلبيه يبقى خدني بقى حضرتك عالجني في اي حته، ما انت في مقام والدي برضه. مين اللي بيكلمك؟ لا دي مراتي. طب ما اجيب ارد عليها بس يا ابني ترد على مين؟ انت قلت يا ابني، انت قلبك حاسس والله. دي الطيله الزرقاء اللي انا فيها. في ايه يا حبيبي؟ انت هتفضل مفرشح لي بقك كده؟ انا مش مصدق ان انا قاعد قصاد حضرتك. مش مصدق؟ بقول لك ايه، انت الجرح اللي في راسك ده انت مولود بيه؟ معقوله يعني في حد بيتولد بجرح غير هاني شاكر او تامر عاشور؟ لا طبعا. طيب يعني بقاله قد ايه كده؟ لا ده من زمان قوي زمان. طب من ايه هو؟ رقم 23. ده الرقم بتاعنا. يلا نروح. يلا بقى ما تتكسفش. يلا انا اللي هتكلم. يلا. احنا 23. اتفضل. لو سمحت كنا عايزين نعمل التحليل اللي هو الدي ان ايه ده. تمام مفيش اي مشكله خالص. احنا بس بنحتاج عينه من الاب وعينه من الابن. طبعا مفيش مشكله. فين الابن؟ انا الابن. طب وفين الاب؟ تعالى. هو الاب. نعم.